ابراهيم سعيد في كباري اسمه كلاكيت في شهرزاد في العجوزه يوميا. كباريه. كلمه واحده بس للكابتن ابراهيم سعيد، ابو توكه. بس ابو توكه ابو توكه ابو توكه. قبل دقائق بل ساعات قليله من انطلاق مباراه الزمالك ونهضه بركان، الكل بيدعم نادي الزمالك والكل بيدعم جمهور نادي الزمالك اللي نفسه يفرح النهارده بلقب غالي جدا جدا جدا. ولكن كما هي آفة الإعلام الرياضي، والنموذج المرة دي الكابتن الإعلامي الكبير المخضرم العالمي رائد الإعلام الرياضي في مصر إبراهيم سعيد. ويا رب سامحني على الكذب اللي أنا بقوله، لاحظت إن جمهور الزمالك مستاء جدا جدا من إبراهيم سعيد ومن تناول إبراهيم سعيد ومن الناس اللي سايبة إبراهيم سعيد يعني يدوس في نادي الزمالك ويدوس في شيكابالا ويدوس في احمد السيد زيزو. وفي ظل ما احنا بنقول يا اعلام يا رياضي ادعموا الزمالك زي ما بتدعموا الاهلي، الزمالك في مهمه قوميه والله اسمه الزمالك المصري، بيطلع برنامج رياضي في قناه عامه لواحد اسمه ابراهيم سعيد طالع هو ما بيعملش حاجه غير انه بيهاجم شيكابالا. البرنامج كله قايم على شيكابالا، قايم على زيزو، قايم على نجوم الزمالك. احمد مجدي هاجمه على مدرب الزمالك، بينما الاهلي امرهم والحس وادعم. تعالوا نشوف جانب من اراء جمهور نادي الزمالك ورد جمهور نادي الزمالك، عشان جمهور الزمالك الحقيقه لما بيرد بيوجع. اتفضل. انا عايز اوجه رساله لابراهيم سعيد، انا عايز اعرف تاريخه ايه عشان يطلع هاجم احمد مجدي على التمرين، طلع هاجم شيكابالا، طلع هاجم زيزو. ابراهيم سعيد ده انت تاريخك معروف، انت على اقسم لكم بالله قدامي انا شغال في المهندسين. ابراهيم سعيد في كباري اسمه كلاكيت في شهرزاد في العجوزه يوميا كباريه. يوميا اقسم بالله وبتحاسب على القسم. ابراهيم سعيد يوميا في العجوزه في شهرزاد في كباريه قدام عينيا، انا قاعد في عماره 88 جنبه. ماشي. ابراهيم سعيد انت تاريخك كله اسود في اسود، انت حياتك كلها انت معلش في الكلمه مراتك طلعت قالت انها بتصرف عليك 30,000 في الشهر، تنتقد شيكابالا انت مالكش لازمه، انت بتوكا تمام، انت لا ليك لازمه ولا ليك تاريخ عشان تطلع كل شويه تنتقد لي شيكابالا وتنتقد لي زيزو وتنتقد احمد مجدي، تقول احمد مجدي بياخد سماعه معاه. انت مين يا ابراهيم؟ اقسم بالله اصغر زملكاوي اقسم بالله بيفهم عنك، انت بتاع لقطه والترند مش على قفانا احنا. ابراهيم سعيد ما تاخدش ترند على جماهير الزمالك، انت من كام سنه طلعت تقسم بالله انك زملكاوي، بس والله احنا ما نتشرف بيك. ماشي. انت يا ابراهيم سعيد مالكش لازمه، مالكش يا ابني تاريخ والله. وبتكلم انا من محافظه الفيوم وما بخافش لا منك ولا من الله ولا منك ولا من الله ولا منك. انت مالكش لازمه. الزمالك رجاله. تعالى. انا بس عايز اقول الكلمه للكابتن ابراهيم سعيد. هو دلوقتي انت بتنتقد جمهور الزمالك عشان بيخلي شيكابالا اسطوره. هو انا جاي جمهور الزمالك لما لاعب عندي زي شيكابالا مش هقول عليه اسطوره، هقول على مين؟ انت لاعب مكروه من النادي الاهلي وجيت عندنا في الزمالك عشان خاطر ما عرفتش منشوك هناك في الاهلي ويموك، وجيت عندنا عشان تبين اللي انت عشان خسرت الاهلي جاي عند الزمالك فما ينفعش جمهور الزمالك ما كسبتوش، رجعت بقى تاني لجمهور الاهلي تلحس وتقرب منهم عشان خاطر يدوك ويدخلوك النادي تاني وكده. انا عايز اقول لك ان شيكابالا ضفره ورجله عند جمهور الزمالك بيك يا ابراهيم سعيد. الله. هو ده جمهور الزمالك، ده جزء بسيط يا كابتن ابراهيم. جمهور الزمالك الحقيقي. اتفضل. كلمه واحده بس للكابتن ابراهيم سعيد، ابو توكه. بس كده خلصت. احذر من عبد الحميد القشاشه يا كابتن ابراهيم يا سعيد يا ابو توكه، احذر من عبد الحميد. انا بترجى بس يعني من الكابتن احمد سليمان يرد على الاشكال الزباله اللي زي دي بالله عليكم. لا الكابتن احمد سليمان وجمهور الزمالك احنا اكبر من احنا نرد عليه، بس خد بالك احنا بس بعرفه ان جمهور الزمالك لما بيجي يرد رده بيوجع. والله يا ابراهيم سعيد والله من الفيوم وافتخر، انت كده ما بيعجبكش حد، انت بتطلع تدوس في اي حد. هو نجوم الزمالك بس والله يا ابراهيم يا سعيد اقسم بالله على مسؤوليتي الشخصيه جزمتي فوق دماغك تاج. يا ابراهيم يا سعيد لو ما بعدت عن الزمالك وشيكابالا وزيزو لوكلك الجزمه. يا ابو توكه اظن الرساله وصلت. ابعد عن الزمالك وابعد عن جمهور الزمالك. انا جبت لك جزء بسيط من نبض جمهور الزمالك.
ان جمهور الزمالك ده صابر وساكت، لكن لما بيتكلم بيوجع. احذر جمهور الزمالك، ان جمهور الزمالك بالنسبه له شيكابالا رمز واسطوره، مش في الزمالك بس، في الكره المصريه، غصب عنك وغصب عن عين التخين. سلام.